رئيس جماعة فمودي إقليم بني ملال. اليوم كيف تلاحظوا عندنا استكمال تهيئة الطريق الإقليمية 32/17 بعد فترة من التوقف ديالها، كان نظرا لبعض الإجراءات ديال المقاولات اللي كانت تعقبات على يعني تهيئة هذا الطريق. اليوم الحمد لله يعني احنا في اللحظات الأخيرة من استكمال الطريق، يعني شفتوا المدخل ديال الطريق الوطني رقم 8 جايه بالتشجير، كذلك الارصفه باقي ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني تغيير ديال الاناره العموميه اللي غادي تكون حله جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا الشيء كله كذلك عندنا يعني التشوير الطرقي لا العمودي ولا الافقي ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي يعطي واحد الرونق لهاد الطريق هذه 32/17 اللي غادي تكون بواحد الحله جديده كيف ما قلت. وهذا راجع بالاساس للمواكبه، يعني المواكبه ديال السيد الوالي مشكور من هذا المنبر، والي جهه بني ملال خليفره اللي كيدعم الجماعه ديال فمودي، وكذلك لا ننسى السيد رئيس الجهه اللي كيواكب معنا المشاريع، وكذلك رئيس المجلس الاقليمي اللي مشكور في هذا الاطار. من بعد يعني فتره طويله كيف ما قلت، اليوم الحمد لله هذا عرس تتعيش جماعة فمودي باستكمال تهيئة هذا الطريق، وإن شاء الله نبشر يعني الساكنة ديال الجماعة ديال فمودي بقرب يعني واحد المجموعة ديال المشاريع الكبرى اللي غادي تعرفها الجماعة ديال فمودي، منها طرقات، منها يعني في مجال ديال الماء الصالح للشرب، الملاعب القرب، وإن شاء الله الرحمن الرحيم كاين خير جاي للجماعة ديال فمودي. وهذا يعني بتضافر الجهود ديال الاخوان في المجلس ديال الجماعه ديال فمودي اللي هو كنعتبره مجلس فتي بقياده ديال واحد المكتب يعني متناسق ومنسجم اللي كيدرس جميع القضايا يعني بجديه، وكذلك في خدمه الساكنه والتنميه ديال الجماعه ديال فمودي. المشهد تيفي، عينكم على المشهد بكل وضوح.